بلاش تفرضوا على ولادكم يتجوزوا مين وما يتجوزوش مين. كل شيء بالخناق إلا الجواز بالاتفاق والرضا. لو بنتك في يوم واحد اتقدم لها وهي مالت ليه، وافق. ما تقولش ظروفه صعبة. أنا عارفة إنك أنت كأب عامل على مصلحة بنتك، لكن أحيانا اختيارك هيكون سبب تعاستها أو سبب تدميرها وضياعها. وبرضه لو عندك ابن ما تفرضش عليه. أحكي لكم حكايات من الواقع، حكايات وبالذات للبنات ما تفرضوش عليهم. في مثل عندنا في البلد: غسيل ايديه ما يتبكيش عليه. لو لقيت بنتك مصممة على واحد، خليها تتجوزه وتغور وهي تجرب معاه انه كان بيخدعها. بنت كانت بتحب ولد وماشية معاه، اتقدم لها، اهلها رفضوا ان ظروفه المادية مش كويسة وان ولد اخلاقيا مش كويس. تقدم لها شاب جاهز من مجاميعه، رحبوا بيه واتجوزته. يوم الدخلة شقة الولد في الدور الأرضي. الهانم فوتت حبيبها وبمساعدته حطت منوم لجوزها العريس وبالحبل شنقته، وخرجت تصوت تقول ده شنق نفسه. لحد ما حد من الجيران شاف الولد حبيبها كان بينط من الشباك. ما أنا قلت لكم شقتها في الدور الأرضي. الموضوع وصل للنيابة، قدرتش تحت الضغط غير إنها تعترف، وحجتها إنها مش قادرة تعيش من غير حبيبها لما كانوا أهلها وافقوا من الأول بدل المتاهة دي. حكاية تانية أبطالها بكل أسف ما عندهمش ريحة الذرة ولا ريحة الكرامة، وبرضو قصة حقيقية، حقيقة من أرض الواقع، وأعرف أبطال القصة دي ربنا يسهل لهم. بنت كانت في الجامعة بتحب واحد تعليم أقل منها دبلوم. أبوها مسافر وأمها كانت قاعدة مع جدتها. كان في الرايحة والجاية الولد اللي معاه دبلوم فاتح محل موبايلات يسمعها كلام حلو كتير: ده انتي جميلة، ده انتي. ملا دماغها ووهمها انه بيحبها. اتقدم في يوم لباباها لما باباها نزل من السفر، ما ارتاحلوش، رفض الولد. فضل معلق على النغمة دي: انا اتقدمت وابوك رفض. تقول له روح تاني، يقول لها ده انا رحت ورفض، وما كانش بيروح بعد كده. ومشي معاها. اتخطبت لابن خالها. ابن خالها كان بيتمنى التراب اللي هي بتمشي عليه، لكن ما قدرتش الحب ده، ما حافظتش عليه. ده المثل بيقول خد اللي يحبك القصد. اتخطبت لابن خالتها واتشبكت له، وفضلت ماشية مع التاني، واتجوزت التاني عرفي والعياذ بالله. وابن خالها عمال يحلم أحلام وردية ويجهز في الشقة اللي هيجيبها فيها، لحد ما اختفت. قعدوا يدوروا عليها، اكتشفوا إنها اتجوزت عرفي الولد. جابوها وجابوا الولد واتجوزت رسمي. تفتكروا إنه بيعاملها كويس؟ إطلاقا. أسوأ معاملة وأسوأ شتيمة وضرب وإهانة، رغم إنها خلفت منه عايشة تعيسة. عملت إيه بالحب والهباب اللي كانت بتجري وراه؟ بكل أسف. علشان كده نصيحتي للأهالي: أرجوكم ما تضغطوش على ولادكم، ما تضغطوش على بناتكم. لقيت بنتك ميالة لواحد جوزهولها، وبالبلدي كده تغور معاه، اختيار ايديها، علشان ما تجيبلكش الفضيحة بعد كده او تجيب مصيبة بعد كده او تضيع منك انها تقتل جوزها، وهتكونوا انتوا السبب. القصة التانية اللي ألمتني: شاب كان بيحب واحدة، أبوه ضغط عليه يتجوز بنت عمه.
قال له أنا بحب زميلتي فلانة، قال له أنا عايزك تتجوز بنت عمك، يا إما مالكش جواز عندي وتسيب البيت. تحت ضغط اتجوز. بنت عمه بتعشقه وبتحبه، كانت طول عمرها بتتمناه. يوم الدخلة نزل لأبوه جري، ما شقته فوق شقة أبوه، وقال له بنت أخوك مش بنت بنوت، أنا هخلص عليها. أبوه افتكر إن هو بيهوش، قال له الصبح نشوف الموضوع ده، اطلع نام ونشوف لو نعرضها على دكتور. الولد وهو طالع يقول له أنا هخلص عليها النهاردة. وطلع بمنتهى الوحشية، جاب السكينة وقعد يطعن فيها لدرجة إن السكينة اتكسرت فيها. يرحمها أبدا. جرها من شعرها على المطبخ وبالسكينة وقعد يقطع فيها، وفصل راسها عن جسمها بمنتهى الوحشية. ونزل ببرود بدم بارد يخبط على أبوه وقال له أنا قتلتها. أبوه بيبص لقى راس بنت أخوه في إيده، قفل الباب من الرعب والخوف وبلغ الشرطة عن ابنه. البنت اللي اتهمها ابن عمها إنها مش بنت بنوت، الطب الشرعي بفضل من ربنا برأها وطلعت بنت بنوت. حكايات كلها مآسي. مهما حكيت لكم عن حكايات في أرض الواقع، حكايات مؤلمة ومحزنة، وده كله علشان نشوفية دماغ الأهل وفرض آرائهم في جواز أولادهم. أرجوكوا يا جماعة للمرة المليون ما تفرضوش آراءكم على أولادكم في جوازاتهم، سيبوهم يختاروا. نجحهم خير، فشلهم خير، كله خير من عند ربنا، حتى الفشل، لأن ده اختيارهم. لكن كنتم ما تيجي تقفوا قدامهم يفتكروا بقى ان هم خلاص شهداء الحب، مع انهم كانتهم نيله. حب ايه وهباب ايه في ايامنا الهباب، استغفر الله العظيم، اللي احنا عايشين. انا طول عمري بصراحه ما بؤمنش بالاسطوانات المشروخه دي اللي قبل الجواز. بحبك وبموت فوكي وتسبيله العيون والكلام ده كله، ده ما بياكلش معايا. ده يعتبر افلام كده رومانسيه. الحب الحقيقي اللي بيجي بالعشره بعد الجواز. لكن حب الاونطه ده ايه ده؟ نسمعه في الافلام، نقرا قصه، لكن ما ياكلش عيش. ده دوركم، دور كل ام وكل اب، وبالذات الامهات. علمي بناتك، ما يجيش واحد يضحك عليكي ويقولك انا بحبك وتصدقيه. والاب يقول لابنه بنت الناس دي زي اختك، اللي ما ترضاهوش على اهلك واخواتك ما ترضاهوش على بنات الناس. لكن ما تسيبوش ولادكم كده وفي الاخر تندموا. ولادكم دول زرعة عمركم يا جماعة، حافظوا عليها. الزرعة اللي انتوا قعدتوا سنين تشقوا وتحفروا عشانهم. التربية مش أكل وشرب ولبس، اسمها تربية. ما كانش الشاعر قال الأم مدرسة إذا أعددت شعبا طيب الأعراق. عودي بنتك إن انت تكوني صديقتها، تكوني كاتم أسرارها، تنصحيها حتى لو غلطت تنصحيها، ما تقوميش عليها لا مؤاخذة بالعصاية والشبشب. انتوا عارفين البنت اللي هي اتجوزت عرفي وكلام من ده، كانت بتحكي لصديقتها او اللي مفكراها انها صديقتها. الكارثه ان كانت صديقتها بتخرج معاها مع حبيبها ويتغدوا ويتفسحوا ويخرجوا، ولما البنت اتفضحت الصديقه اتبرأت منها وقالت انا ما اعرفش حاجه عنها، رغم ان هي كانت عارفه كل اسرارها وكانت مأيداها في كل اللي بتعمله وكانت مشجعاها في كل اللي بتعمله. لكن وقت ما البنت اتفضحت التانية عملت فيها خضرة الشريفة. دول بقى أصحاب السوء اللي احنا بنقول عليهم. حافظوا على ولادكم منهم عشان ما تندموش في وقت مش هينفع فيه الندم، وانتوا ولادكم اللي هتبقوا الضحايا. قصص من أرض الواقع حكيتها لكم، اللي عنده قصة ياريت يقولها لنا
علشان كلنا نتعلم وكلنا نتعظ من تجارب الآخرين. أشوفكم على خير.